السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بص يا صديقي، احنا جايين نحل معاك أسئلة على أول درس فلسفة. فأنت حضرتك لو ما اتفرجتش على الشرح ارجع له بسرعة، هتلاقي الفيديو موجود على القناة بتاعتنا مجانا لحضرتك. طب لو انت حابب تكمل معانا باقي السنة أو باقي الترم على المنصة، تواصل معانا على الرقم ده واحنا بإذن الله هندخلك على المنصة على طول. طيب تعال نحل كده مع بعض أول أسئلة ومش عايزين نطول عليك. طيب بص السؤال الأول بيقول إيه؟ بيقول لك النجار عند تصنيعه للأساس الخشبي لا يقوم بنشر القطع الخشبية وتركيبها بطريقة عشوائية. ده النجار ده لما بيجي يعمل لك حاجة أو أي حاجة بالخشب ما بيقطعش الخشب ويحطه عشوائي، خلاص، وإنما يعمل وفق تصميم معين يريد تنفيذه. بيبقى عامل تصميم وبيمشي على الخطوات عشان يوصل للتصميم بتاعه. جميل جميل. يوضح ما سبق احد صور النشاط العقلي، وهي ايه بقى؟ هل يا ترى مواجهه المشكلات؟ لا، ده بيكلمني عن تنظيم وترتيب وتصميم وحاجات جميله. استرجاع الخبرات؟ لا، ما جابليش سيره حاجه في الماضي. التخطيط للمستقبل؟ لا، ما جابليش برضو سيره حاجه في المستقبل. ده طبعا تنظيم التفكير، لان هو بيقول لك ايه، ما بيعملش التركيب بتاعه او التصميم بتاعه بطريقه عشوائيه، ده ماشي على تصميم معين عايز يوصل. طيب تعال نشوف سؤال رقم 2. عند قيامك بمساعدة صديقك في تصليح جهاز التابلت، حلو جدا، المعطل الخاص به قبل أداء امتحان آخر العام، فأنت بذلك تقوم بحالة من الحالات التي تثير النشاط العقلي للإنسان أو العقل الإنساني، وهي إيه؟ بيقول لك أنت لما بتيجي تساعد صاحبك في تصليح جهاز التابلت بتاعه قبل امتحان آخر السنة، يبقى انت كده يا ترى بتعمل ايه؟ هل يا ترى حل المشكلات، تذكر الماضي، تخطيط للمستقبل، ولا تنظيم تفكير؟ طبعا قولا واحدا هي حل المشكلات، لان انت ساعدته في حل المشكله بتاعته. جميل جميل. ليه مش تذكر الماضي؟ ما جابليش سيره حاجه في الماضي بفتكرها دلوقتي. ليه مش تخطيط للمستقبل؟ ما جابليش سيره احداث قادمه في المستقبل. ليه مش تنظيم تفكير؟ لانه ما جابليش سيره جداول او تصميم او اعداد وتجهيز او ترتيب او كل الحاجات الجميله دي. خلاص، جميل جدا. الأماكن القديمة بما فيها من أحداث قصص للإنسان كي يعتبر. بيقول لك الأماكن القديمة، الحاجات بتاعت زمان دي ممكن تبقى قصص لك أنت عشان تعتبر منها. خلاص. طيب تكشف العبارة عن صور للنشاط العقلي الإنساني، وهي إيه؟ تخطيط للمستقبل؟ ما جابليش سيرة حاجة في المستقبل خالص. مواجهة المشكلات؟ ما جابليش سيرة مشكلة عايز أحلها. استدعاء الماضي ولا تنظيم التفكير؟ لا طبعا هو استدعاء الماضي، لأنه بيقول لك إيه، بص في السؤال، الأماكن القديمة، الحاجات بتاعت زمان دي ممكن يبقى فيها قصص عشان حضرتك تعتبر. خلاص. طيب مش تنظيم التفكير عشان ما جابلكش سيرة جداول او اعداد وتجهيز وترتيب والحاجات الجميلة دي. تعال نخش على سؤال رقم 4. طلب احد المعلمين من طلابه تصميم لوحة الاحلام. خلاص. طبعا انت ده كتاب الامتحان بتاع السنة دي بتاع 2027 النسخة الجديدة. خلاص. طيب بالنسبة للسنة الجديدة نظامنا هيكون مع حضرتك ازاي؟ احنا هنحل مع حضرتك التقييمات الاسبوعية وكل الحاجات الجميلة دي عشان حضرتك تتابع معانا اول باول، ويبقى كشكولك في المدرسة كشكول محترم، بحيث ان انت تضمن كل الدرجات اللي في المدرسة. جميل جميل. طب بالنسبة للشرح، الشرح هيكون متاح على منصة خاصة بينا، تواصل على الرقم بتاعنا وهندخلك على المنصة بإذن الله. خلاص. طيب طلب أحد المعلمين من طلابه تصميم لوحة الأحلام للتعبير عن طموحاتهم في مجالات مختلفة زي التعليم، السفر، الهوايات، العلاقات، المسيرة المهنية، وكل الحاجات الجميلة دي. يوظف ما سبق أحد الحالات التي تثير النشاط العقلي للإنسان، وهي إيه؟ واحد يقول لي يا كبير أنا متعود من حضرتك إن إحنا بنقرأ السؤال من ورا لقدام، خلاص، فانا بقرا السؤال من ورا. يوظف ما سبق احد الحالات التي تثير النشاط العقلي للانسان. طب انا كان عندي كام حاله تثير النشاط العقلي؟ 4. تنظيم تفكير، تذكر الماضي، تخطيط المستقبل، حل المشكلات. خلاص. طيب بيقول لك ايه بقى، في احد المعلمين طلب من طلابه يا جدعان اعملوا لوحه اسمها لوحه الاحلام، كل واحد فيكم يكتب نفسه يبقى ايه. خلاص. طيب مش كل واحد هيرسم على اللوحه دي نفسه يبقى ايه. انت مثلا ترسم نفسك وانت دكتور، ترسم نفسك وانت مهندس، ترسم نفسك وانت مدرس، ترسم نفسك وانت محامي، وهكذا. خلاص. طيب مش كل دي حاجات في المستقبل؟ قال لي كبير، حاجات في المستقبل، يبقى يا باشا ده التخطيط للمستقبل. تعالى السؤال رقم 5. كن متفردا بتفوقك، فالحياة ليست إلا رحلة لصنع الذات المتميزة. تعكس العبارة أحد فوائد التفكير الإنساني، وهي إيه؟ اقرأ السؤال من ورا لقدام. عايز إيه؟ عايز إحدى فوائد التفكير الإنساني. كان عندي كام فايدة
للتفكير كان عندي 4: منفعة عملية، منفعة عامة، صحة نفسية، القدرة على التحليل والتقويم والنقد. خلاص، المنفعة العامة أنا الواحد اللي بستفيد، منفعة عامة كلنا بنستفيد، صحة نفسية بتأقلم مع المتغيرات، القدرة على التحليل والتقويم والنقد معناها إن أنا ما بقبلش الآراء إلا لما أفحصها. جميل جميل. بص السؤال بيقول لك ايه بقى؟ كن متفردا بتفوقك، فالحياة ليست إلا رحلة لصنع الذات المتميزة. خليك متفوق خليك متفوق عشان الحياة هي مش مجرد رحلة إن أنت تصنع ذاتك. خلاص، مين اللي بيستفيد هنا؟ كلنا ولا أنت لوحدك؟ لا كبير، ده بيقول لي صنع الذات، يعني أنا الوحيد اللي هستفيد، يبقى هنا المنفعة العملية للفرد. خلاص، لو حضرتك محتاج الشرح الدرس دوت هتلاقي الفيديو اللي فات على طول. خلاص، طيب. من أهم ركائز الحياة المستقرة للإنسان قدرته على خلق التوازن بين متطلبات الحياة وأنشطتها. نستخلص من العبارة أحد فوائد التفكير للإنسان. بص يا باشا، بيقول لك من أهم ركائز الحياة المستقرة، عشان حضرتك حياتك تبقى مستقرة لازم تعمل توازن، لازم تعمل تأقلم، لازم تعمل تكيف مع متطلبات الحياة والأنشطة. طيب، إيه هي اللي كان فيها توازن وتكيف وتأقلم؟ هتقول لي يا كبير اللي كان فيها تكيف وتأقلم وتوازن دي الصحة النفسية. جميل جدا جدا جدا. تعال على سؤال رقم 7. يقول جابرييل ماركيز: لا تفكر في الغد، دع الزمان يمضي وسنرى ما الذي سيحمله. ما تفكرش في بكرة، سيب الدنيا تمشي ونشوف الدنيا فيها ايه. خلاص، يخالف خلي بالك بقى من الكلمة دي، خلي بالك عشان انت عارف وضع الامتحان خلبوص حبتين، يقول لك يخالف ان العبارة دي عكس ايه وهكذا، فانت كمل السؤال للآخر. بيقول لك ما تفكرش في بكرة سيب الدنيا تمشي زي ما هي. بيقول لك بقى ايه؟ يخالف القول السابق أحد الحالات التي تثير النشاط العقلي للإنسان، وهي ايه؟ هل يا ترى تذكر الماضي؟ لا، ده بيقول لي ما تفكرش في بكرة، بيقول لي ما تفكرش في المستقبل، يبقى طبعا ده يخالف ايه؟ يخالف التخطيط للمستقبل. لازم حضرتك تخطط لمستقبلك، مش تسيب الدنيا تمشي زي ما هي. طيب، سؤال رقم 8. من الأقوال المأثورة: الشك الذي حطم إيمان الأمس مهد الطريق إلى إيمان الغد. يوضح ما تحته خط. هنا بيقول لي ايه؟ يوضح مش يخالف. خلاص، طيب، يوضح ما تحته خط فيما سبق احدى الحالات النشاط العقلي للانسان، وهي ايه؟ عايز اللي تحتها خط دي، الجمله الجميله دي: مهد الطريق الى ايمان الغد. كلمني عن احداث قادمه، احداث في المستقبل، يبقى التخطيط للمستقبل. جميل جدا جدا جدا. كده عن الكلام ده صعب، اقسم بالله اول درس في الفلسفه ده عامل زي حلاوه البدايات. عارف انت حلاوه البدايات؟ كل الحاجات اول درس في الفلسفه ده درس جميل جدا وبيتحل كده حتى من غير ما تكون واخد الدرس. بس بقى تعالى قابل على اللي جاي، يعني تاني درس في الفلسفه اللي هو الفلسفه والدين، درس ممتع جدا جدا بس عايز طالب فاهم. هتخش على المنطق، عندك مربع ارسطو، عندك الاستدلال، عندك الكليات الخمسه، دروس تقيله جدا محتاجه طالب بيفهم. خلاص، فاول درس ده بنسميه حلاوه البدايات بس مش اكتر. تعال على سؤال رقم 9. أبلغك زميلك بأنه سجل اسمه للحصول على دورة في البرمجة تمهيدا لالتحاقه بكلية الذكاء الاصطناعي. واحد صاحبك قال لك ايه الحياة، أنا سجلت اسمي في دورة عشان أخد كورس برمجة عشان نفسي أخش كلية ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي. يمثل ما قام به زميلك أحد الحالات النشاط العقلي للإنسان، وهي إيه؟ تذكر الماضي؟ لا، ما جابليش سيرة أحداث في الماضي. حل المشكلات؟ لا، ما جابليش مشكلة أنا بحلها. هل يا ترى تخطيط للمستقبل ولا تنظيم تفكير؟ ما جابليش سيرة إعداد وتجهيز. يا باشا يبقى ده تخطيط للمستقبل، لأن هو خد الدورة ديت مش عشان يستفيد، لا، ده تمهيدا لالتحاقه بكلية الذكاء الاصطناعي. خلاص، ده حدث في المستقبل نفسه يوصل له. جميل جميل. طيب، استطاعت الحكومة المصرية من خلال مبادرة 100 مليون صحة القضاء على فيروس سي، يمثل ذلك أحد حالات النشاط العقلي للإنسان، وهي إيه؟ يا باشا الحكومة المصرية عملت مبادرة اسمها إيه؟ اسمها 100 مليون صحة. ليه؟ عشان نقضي على فيروس سي. في فيروس سي بيهدد حياة المصريين، عايزين نقضي عليه. في مشكلة عايزين نقضي عليها، يبقى ده إيه يا ترى؟ ده حل المشكلات. تعال على سؤال 11. استدعائك للقواعد النحوية لحل سؤال الإعراب في امتحان اللغة العربية. انت بتفتكر قاعدة نحوية عشان تحل سؤال في الإعراب، تفتكر بقى سواء قاعدة مثلا كان وأخواتها، إن وأخواتها، كل الحاجات الجميلة اللي حضرتك درستها في العربي دي. خلاص، طيب،
ده بقى انهي صورة من صور النشاط العقلي للإنسان؟ هل يا ترى تذكر ولا تخطيط ولا حل مشكلات ولا تنظيم تفكير؟ طبعا ده تذكر الماضي، لأنه بيقول لك إيه؟ استدعائك للقواعد النحوية. حضرتك بتفتكر حاجات خلاص خدتها زمان. واحد يقول لي ليه يا كبير مش حل المشكلات؟ مش السؤال ده مشكلة بتواجهني؟ لا، انت هنا بتفتكر حاجة من زمان عشان تحل حاجة دلوقتي. حضرتك بتفتكر حاجة حصلت معاك زمان عشان انت محتاجها دلوقتي. خلاص؟ طيب. تعرض تاجر لخسائر مالية كبيرة، ولكي يواجه هذا الموقف قام بعمل الكثير من الدعاية والخصومات على السلع التي يبيعها لكي يواجه هذه الخسائر. في تاجر فاتح محل، خلاص المحل بتاعه ده خسر. طيب عشان يعوض الخسائر دي عمل ايه؟ عمل دعاية كتير وعمل خصومات وعمل حاجات جميلة عشان الناس تيجي تشتري منه. خلاص عشان يواجه الخسائر اللي حصلت عنه دي. نستخلص من الموقف السابق احد الحالات التي تثير النشاط العقلي للانسان، وهي ايه؟ تذكر الماضي، ما جابليش سيره حاجه في الماضي عايز استدعيها. تخطيط للمستقبل، ما جابليش سيره احداث قادمه. هل هو حل المشكلات ولا استدعاء الخبرات؟ واحد يقول لي يا كبير ما استدعاء الخبرات دي هي تذكر الماضي، يبقى الاثنين اصلا بره من البدايه. فانا قدامي اختيارين، تخطيط للمستقبل ولا حل المشكلات؟ طبعا هو حل المشكلات، لان الراجل ده بيحل مشكله بتواجهه. يقول ستيفن بوكيت: عندما نشق طريقنا في الحياة نتلقى قدرا لا يحصى من المعلومات، وما يدخل رؤوسنا يتكون بشكل مستمر. تصف المقولة السابقة مفهوم التفكير بأنه إيه؟ ركز معايا هنا بقى. أنا عايزك تبص على الاختيارات. هل التفكير يتم عن عمد وقصد، ولا تلقائي متطور ولا مكتسب ومتعلم، ولا ثابت ومطلق؟ هل التفكير ثابت؟ هل كل الناس بتفكر زي بعض؟ لا، يبقى التفكير مش ثابت. خلاص. واحد يقول لي يا كبير يعني كلمة مطلق دي؟ ما كلمة مطلق معناها ثابت. خلاص. طيب مكتسب ومتعلم، هل حضرتك بتتعلم التفكير؟ لا، يبقى الاتنين دول بره. قدام اختيارين، هل هو تلقائي متطور ولا يتم عن عمد وقصد؟ بص بيقول لك ايه في السؤال: عندما نشق طريقنا في الحياة وانت عايش نتلقى قدرا لا يحصى من المعلومات، يعني انت كل يوم بتتعلم حاجات اكتر من اليوم اللي قبله. خلاص. وما يدخل رؤوسنا يتكون بشكل مستمر، يعني انت كل يوم بتتطور عن اليوم اللي قبله. خلاص. يبقى هنا طبعا التفكير تلقائي ومتطور. يعني تلقائي يعني انت بتفكر اصلا من غير ما تدوس مثلا على زرار التشغيل بتاع التفكير بتاع حضرتك. يعني انت عندك زرار بتدوس عليه عشان تفكر؟ لا، انت بتفكر تلقائيا. يعني متطور يعني التفكير كل يوم بيتطور، بدليل ان انت امبارح غير النهارده، انت السنه اللي فاتت غير النهارده، تفكيرك كل يوم بيتطور. جميل. سؤال رقم 14: يعرف جون ديوي التفكير بأنه التقصي والبحث المدروس لتحقيق غرض معين. نستخلص من المعنى السابق سعي التفكير إلى إيه بقى؟ هل هو مواجهة ظروف الحياة ولا تجنب مواجهة المشكلات؟ تجنب مواجهة المشكلات. احنا بنفكر عشان نتجنب مواجهة المشكلات؟ لا طبعا، احنا بنفكر عشان نحل المشكلات. استقبال المثيرات الحسية ولا تجنب المواقف الغامضة؟ بص يا باشا. طيب بص هنا بيقول لك ايه: يعرف جون ديوي التفكير بأنه التقصي والبحث المدروس، خلاص، لتحقيق غرض معين. هل يا ترى مواجهة ظروف الحياة ولا تجنب المواقف الغامضة؟ لا طبعا، انا مش عايز اتجنب المواقف الغامضة، انا عايز احلها. استقبال المثيرات الحسية دي اصلا دي مش معانا، دي بره اصلا خالص. يبقى طبعا هو مواجهة ظروف الحياة، ان انا بحل مشكلات الحياة بتاعتي. القائد الناجح هو من يحول المشكلات إلى خطوات عملية ويصنع من الصعوبات دروسا يستفاد منها الجميع. خلاص. القائد الناجح ده بيحول المشكلات بتاعت حضرتك لخطوات عملية، والصعوبات بيخليك تستفيد من الصعوبات ان انت تستفيد منها درس عشان كلنا نتعلم منها. حلو. نستخلص من العبارة احد فوائد التفكير للإنسان، وهي ايه؟ مش هنا بيكلمك عن منفعة للجميع، منفعة لنا كلنا؟ هل يا ترى منفعة عملية للفرد انا الوحيد اللي بستفيد؟ لا، ده بيقول لي للجميع، كلنا بنستفيد. صحة نفسية؟ لا، ما جابليش سيرة تأقلم متكيف. القدرة على التحليل؟ ما جابليش سيرة ان انا ما بصدقش كلام الناس. يبقى طبعا هو هنا المنفعة العامة. درس بيكون ظاهرة الحرارة وقسم معلوماته في 3 قوائم. قائمة اسمها الحضور والغياب والتفاوت، وطبعا حضرتك هتاخد فرانسيس بيكون دوت الترم الثاني. خلاص. وهتاخد ال3 قوائم بتوع الجمال دول لمعرفة الحالات التي تظهر وتنعدم وتتفاوت فيها الحرارة. يعبر ما سبق عن أحد الحالات التي تثير النشاط العقلي للإنسان، وهي إيه؟ هل يا ترى ترتيب الخبرات، تخطيط المستقبل، حل مشكلات، تذكر الماضي؟ الواد بيكون ده
حب يعمل دراسة على ظاهرة اسمها ظاهرة الحرارة. حلو حلو. راح عامل جدول اسمه الحضور والغياب والتفاوت. ايه ده؟ بتقولي جدول؟ تبقى طبعا هنا تنظيم التفكير. جيت ادور على تنظيم التفكير في الاختيارات، لقيت وضع الامتحان القلبوس جابها لي بطريقة مش مباشرة. بص جابها لك ايه؟ ترتيب الخبرات ولا تخطيط مستقبل، حل المشكلات، تذكر الماضي. طبعا تذكر الماضي بره، حل المشكلات بره، تخطيط المستقبل بره. هي ترتيب الخبرات هي تنظيم التفكير. خلاص. طيب، عندما التحقت بالجامعة قررت أن أتخصص في دراسة الفلسفة. واحد دخل الجامعة وقال لك يا جدعان أنا حابب الفلسفة، عايز أتخصص فيها، ولكن الكثير من أصدقائه صرحوا لي بأن هذا التخصص ليس له مستقبل أو مكان في سوق العمل، ولم أتأثر بآرائهم، واستندت في قراري إلى أن الكثير من المفكرين العظماء كانوا من دارسي الفلسفة. يعني أنت مثلا دلوقتي ربنا كرمك ودخلت كلية معينة، فانت قابلت واحد صاحبك في الشارع قال لك يا عم الكليه اللي انت داخلها دي ملهاش مستقبل، ده ما اعرفش دي ايه. يعني انت وليكن مثلا دخلت حقوق، دخلت تربيه، دخلت علوم، دخلت ألسن، دخلت اعلام، دخلت اي كليه. خلاص، انا ممكن كواحد من الناس اقول لك يا عم دي اعلام دي ملهاش مستقبل، فانت تقول لي لا ده اعلام، ده انا ممكن منها ابقى مذيع، ممكن منها ابقى مخرج، ممكن منها ابقى مثلا بتاع دعايه. فانت بتقول لي وجهة نظرك. صح صح. يعني انت ما اقتنعتش بكلامي. صح صح يا كبير، انا كده ما اقتنعتش بكلامك. طيب، هل ينفع لو حد جه قال لك الكليه بتاعتك دي ملهاش مستقبل تصدقه وتمشي وراه، ولا لازم تاخد كلامه ده وتفحصه وتشوف انت اصلا كلامه صح ولا غلط؟ هو ده اللي بيكلمك عنه السؤال. واحد دخل اتخصص في الفلسفه، فواحد قال له يا عم الحد ملهاش مستقبل، قال له لا يا باشا ليها مستقبل، بدليل ان كان في ناس عظماء كتير كانوا دارسين فلسفه. خلاص. طيب، القدره على التنافس والنجاح، لو انت شاطر قول لي دي كانت انهي واحده من اهميه التفكير للانسان؟ المنفعة العملية للفرد، لأن هي الوحيدة اللي كان فيها تنافس ونجاح. خلاص. طيب، هل يا ترى الصحة النفسية؟ لا طبعا مش الصحة النفسية، لأن هو هنا ما بيكلمنيش عن تكيف وتأقلم وتوازن مع المتغيرات. منفعة العامة ما جابليش سيرة إن الناس كلها بتستفيد، يبقى هي القدرة على النقد والتقويم، إن حضرتك هنا ما بتصدقش أي كلام يتقالك غير بالأدلة. كده احنا حلينا مع حضرتك 17 سؤال على الدرس الأول فلسفة. طبعا عشان برضو وقت الفيديو ما يكونش طويل، احنا مش هنحل كل الأسئلة طبعا عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل، فهنخش على الدرس التاني على طول اللي هو كان فيه أساليب التفكير، نحل برضو بعض الأسئلة مع حضرتك. خلاص. طيب، بص السؤال الأول بيقول ايه. من أقوال أرسطو الحكمة هي التجربة مضاف إليها التأمل العقلي. يشير المقولة إلى اثنين من أساليب التفكير الإنساني، وهما إيه بقى؟ هل يا ترى علمي وخرافي، فلسفي وديني، خرافي وديني، علمي وفلسفي؟ بيقول لك ايه؟ الحكمه هي التجربه مضاف اليها التامل العقلي. ما تيجي تراجع معايا كده اساليب التفكير. اساليب التفكير كان عندي خرافي، ديني، علمي، فلسفي. الخرافي كان بدائي ساذج غير منطقي. طب العلمي كان اسلوب مادي جزئي حسي تجريبي. خلاص. طيب، الفلسفي تاملي عقلي كلي شامل، والديني كان ايماني عقائدي. هنا بيقول لك تجربه وتأمل عقلي. الأسلوب الوحيد اللي كان فيه تجربة كان الأسلوب العلمي، بدليل إن من سماته أصلا مادي جزئي حسي تجريبي. طيب، الفلسفي هنا كان هو الوحيد اللي تأملي عقلي، لأن من سماته إن هو تأملي عقلي كل شامل. حلو حلو. يبقى هنا بدور في الاختيارات على علمي وفلسفي. فين أهي دال علمي وفلسفي. تعال على السؤال رقم 2. من البشر من يرتفع تفكيره على مستوى الأشياء المادية الملموسة بحيث يصل إدراكهم إلى المستوى المعاني والمبادئ الأولى. عايز يوصل للمبادئ الأولى، عايز يوصل للأسباب البعيدة، الأسباب الغير مباشرة. يصف ما تحته خط أحد أساليب التفكير، وهو الأسلوب الإيه يا ترى؟ إيماني عقائدي. واحد يقول لي يا كبير الإيمان العقائدي ده اللي هو الأسلوب الديني. خلاص، يبقى مش معانا، لأن طبعا المبادئ الأولى والأسباب الغير مباشرة كانت تبع الأسلوب الفلسفي. حلو حلو. إيماني عقائدي ده ديني، تأملي عقلي فلسفي. أيوة هي دي. طب تعالى نكمل باقي الاختيارات. بدائي ساذج ده كان الخرافي، حس تجريبي ده كان العلمي. خلاص. طبعا نكتب جنب كلمة مبادئ الأولى دي الأسباب الغير مباشرة. طيب تعالى سؤال رقم 3. ربط أحد الطلاب انخفاض درجاته في الامتحان بسبب سوء حظه، أو أنه قد أصابه عين الحسود. واحد جاب درجة وحشة في الامتحان قال لك ده أنا حظي منيل، أو واحد صاحبي حسدني. خلاص. يطبق الموقف السابق
او يطبق موقف الطالب احد اساليب التفكير، هو الاسلوب الايه؟ طبعا طالما بيكلمك عن الحسد والحظ والخرافات دي يبقى طبعا الاسلوب الخرافي. الوصول الى سبب مرض السكري هو عدم قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين اللازم لجسم الإنسان. تشير العبارة لأحد أساليب التفكير وهو الأسلوب الإيه؟ قال لك يا جدعان والله سبب مرض السكر إن البنكرياس مش قادر ينتج الأنسولين لجسم الإنسان. خلاص؟ ده طبعا سبب مباشر وسبب واضح وصريح. وطبعا هنا طبعا طالما عملنا تجارب على جسم الانسان يبقى انا راجل عالم، يبقى طبعا بفكر بطريقه علميه، وانت عارف ان الاسلوب العلمي كان هو الاسلوب الوحيد اللي بيوصل لي نتائج حقيقيه، كان هو الاسلوب الوحيد اللي كنت بعمل فيه تجارب. خلاص جميل جدا. يبقى انت تشوف السؤال اي حاجه حقيقيه، اي حاجه فيها تجارب ومعامل وهكذا، يبقى طبعا ده اسلوب علمي. اسلوب تفكير يستخدمه الفرد ونجده يربط الظواهر ببعضها. خلاص بيربط الظواهر بعضها بعض، ويبحث ليصل للمبادئ الكلية التي تحكم الظواهر بشكل كلي عام. عايز يوصل للمبادئ الكلية للأسباب البعيدة الغير مباشرة بطريقة كلية وعامة. خلاص طبعا مبادئ أولى، أسباب كلية، مبادئ كلية، طبعا كل ده الأسلوب الفلسفي. تقسيماته كانت إيه؟ تأملي عقلي كلي شامل، تأملي عقلي كلي شامل. خلاص. طيب تعال السؤال رقم 6. يقول زرادشت العقل المتأمل أفضل ما يمكن امتلاكه. يعني يا باشا لو حضرتك عقلك بتقدر تتأمل بيه ده أفضل حاجة حضرتك ممكن تقدر تمتلكها. بيكلمنا عن التأمل صح؟ اللي هو كبير بيكلمنا عن التأمل. يبقى ده طبعا ده أنهي أسلوب من أساليب التفكير؟ واحد يقول لي يا كبير ما تراجعني كده أو راجع معايا الأربع أساليب. الديني كان إيماني عقائدي يربط الظاهر بقدرة الله. كلمني عن تأمل؟ لأ، يبقى اديني بره. الخرافي بدائي ساذج غير منطقي بيوصل لأسباب غير منطقية وغير حقيقية وغير معقولة. هل هنا بيكلمني عن الأسلوب الخرافي؟ لا، بيكلمني عن التأمل. العقائدي، طب ما العقائدي هي الديني، يبقى الاتنين بره. طبعا هنا الفلسفي لأن هو اللي كان من سماته تأملي عقلي كلي شامل. وصول المحقق لمرتكب الجريمة من خلال جمع المعلومات والأدلة الكافية وملاحظة مسرح الجريمة. يدل ما سبق على استخدام المحقق لأسلوب التفكير الايه؟ في محقق او محامي خلاص جمع أدلة عشان يوصل للمتهم. حلو. طيب هل هو هنا استخدم الأسلوب الفلسفي ولا الخرافي ولا الديني ولا العلمي؟ الخرافي ده طبعا بره لأن هو من سماته ان هو بدائي ساذج غير منطقي. هنا بيقول لك راجل محامي مشي على خطوات معينة عشان يوصل للأدلة في مسرح الجريمة. طبعا الفلسفي لا، لان الفلسفي ده الاسلوب الوحيد اللي بستخدم فيه التأمل. هنا الراجل ما كانش عارف يتأمل. خلاص. طيب ديني لا، الراجل هنا ما جابليش سيرة الأديان ولا ان هو ايماني عقائدي ولا جاب لي سيرة مثلا قدرة ربنا في الخلق ولا الحاجات دي كلها. يبقى طبعا هنا هو الاسلوب العلمي لان هو الاسلوب الوحيد اللي بيوصلني الحقيقة واضحة. جميل. في صخب الحياة الحديثة اصبح الصمت والتأمل للحياة عامة هو أعلى درجات الرفاهية والحكمة. يشير ما سبق أحد أساليب التفكير الإنساني هو الأسلوب الإيه؟ بيقول لك إيه؟ أصبح الصمت والتأمل خلاص أعلى درجات الرفاهية والحكمة. بيكلمنا عن التأمل؟ يبقى طبعا هنا الفلسفي والدنيا بقت واضحة جدا خالص معاك. طيب أسلوب تفكير يعتمد على العقيدة المطلقة. يعني كلمة عقيدة كبير؟ يعني الدين يعني الدين، وهو يسعى إلى عالم أفضل تتحقق فيه الراحة والطمأنينة بفضل القوة المتحكمة في هذا العالم. طالما بيكلمنا عن العقيدة وبيكلمنا عن الأديان يبقى طبعا هنا الأسلوب الديني. طب تعالى عند السؤال رقم 10. السؤال رقم 10 بيقول لك إيه؟ بص كده. قام طالب بكتابة مقال. في طالب كتب مقال. حلو جدا. عن إيه ترى؟ عن الرخويات التي انقرضت وقدرت بحوالي 20,000. فاندهش الطلاب مذهولين متعجبين من قدرة الخالق. قال لك سبحان الله، شوف ربنا بيخلق ايه. خلاص طالما الناس هنا ربطوا الظاهرة بقدرة ربنا يبقى هنا طبعا السؤال بيكلمني عن اسلوب من اساليب التفكير وهو الايماني العقائدي اللي هو الديني. جميل جدا. اعتماد الباحث على الفحص والتمحيص وتقديم البرهان العقلي. خلاص تقديم ايه؟ برهان عقلي بدلا من اعتناق الاساطير المبنيه على الخيالات والاستهواء. يا باشا هات لي برهان عقلي بدل ما تجيب لي حاجه فيها خيالات واساطير وحاجات ملهاش لازمه.
خلاص. تفاضل العبارة بين اتنين من اساليب التفكير، وهما ايه؟ طبعا هنا بيكلمك عن البرهان العقلي، يعني بيكلمك عن اسلوب تأملي عقلي، يبقى الفلسفي. خلاص. والاساطير طبعا هنا بيكلمنا عن الخرافي، يبقى طبعا بالترتيب كده فلسفي وخرافي. بدور على فلسفي وخرافي، لقيتها هي الاجابة رقم ج. تعالى على السؤال رقم 12. اعلنت المدرسة عن اقامة ندوة بعنوان صحتك تهمنا. ملحوظة يا شباب، انا شايف في ناس فاكرة ان مادة الفلسفة غير مضافة للمجموع. يا باشا مادتك مضافة للمجموع اقسم بالله، وعليها 100 درجة. انت عندك 6 مواد في سنة أولى بكالوريا: عربي، إنجليزي، تاريخ، رياضة، فلسفة ومنطق، علوم متكاملة. كل مادة منهم ب100 درجة، فأنت مجموعك في الآخر ب600 درجة. خلاص؟ طيب. أعلنت المدرسة عن إقامة ندوة بعنوان صحتك تهمنا، فسارعت بتسجيل اسمك للحضور لتسأل الطبيب المحاضر عن أسباب التعب والإرهاق الذي تعاني منه، ولا ينتهي. فأجابك المحاضر بأنه السبب الرئيسي هو قلة النوم. قال لك يا باشا سبب تعبك وإرهاقك هو قلة النوم، وسكت على كده. نطبق الموقف السابق. اسلوب التفكير الانساني الذي يعتمد على ايه بقى؟ النظرة العقلية التأملية. التأمل، هل يا ترى الراجل قاعد يتأمل ويقول لي سبب التعب بتاعي؟ لا، الراجل هنا ما تأملش خالص، يبقى طبعا مش اسلوب فلسفي، هو الراجل استخدم الاسلوب العلمي. جميل جميل. التفسير الغيبي الساذج، لا هنا مش اسلوب خرافي. تقديم الاسباب المباشرة ولا التفسير الديني الايماني؟ الراجل هنا ما ربطش الظواهر بقدرة الله خالص، يبقى هنا طبعا تقديم اسباب مباشرة، لان احنا عارفين ان من اساليب او من اسمات الاسلوب العلمي ان هو ايه؟ يبحث عن العلل القريبة او يصل للعلل القريبة اللي معناها بالظبط تقديم الاسباب المباشرة او الوصول للاسباب المباشرة. خلاص. طيب. يقول دانيال، بيقول ايه بقى دانيال؟ قال لك نحن نملك نفس الجينات والأدمغة عن أسلافنا القدماء، ولكن الاختلاف في امتلاكنا أدوات التفكير والتي تجعلنا نتمكن اليوم من السيطرة على الطبيعة والتحكم فيها. تكشف المقولة عن أحد أساليب التفكير، وهو ايه؟ بص يا كلمة السيطرة على الطبيعة والتحكم فيها معناها ان انا عملت تكنولوجيا، معناها ان انا بقيت اسيطر على الطبيعة عن طريق التكنولوجيا. بدليل، مش انا ممكن دلوقتي اطلع فاكهة في غير ميعادها؟ مش انا ممكن تبقى الفاكهة بتطلع في الصيف اطلعها لك في الشتاء؟ ازاي؟ بالتكنولوجيا. صح صح. طالما بيكلمنا عن التكنولوجيا يبقى طبعا ده اسلوب علمي. جميل جميل. طيب. نزيف الانف قد يرجع الى البعض نزيف الأنف قد يرجع على بعض الأسباب، منها ارتفاع ضغط الدم أو التهاب الأغشية الأنفية وضعف الأوعية الدموية. يمثل ذلك أحد أساليب التفكير الإنساني، وهو إيه؟ يا باشا بيكلمك عن نزيف الأنف، بيكلمك عن حاجة في جسم الإنسان، بيكلمك عن سبب مباشر. قال لك يا جدعان والله سبب نزيف الأنف ممكن يكون التهاب الأغشية. خلاص. طالما هنا بوصل لسبب واضح، سبب مباشر، سبب حقيقي، يبقى هنا طبعا الاسلوب العلمي. طب يا مستر اختار الفلسفي امتى؟ تختار الفلسفي لو كلمك عن تأمل، كلمك عن مبادئ اولى، كلمك عن ما وراء الطبيعة، الحاجات اللي هي البعيدة خالص دي. لكن تجارب وجسم الانسان وادوية وحاجات من دي يبقى طبعا اسلوب علمي. اسلوب تفكير يتميز بالشمولية، اسلوب شامل. خلاص. والتوسع في تناول المشكلات العامة التي تهم الانسان ويسعى الى تفسيرها. تناقش العبارة أسلوب التفكير الإنساني الذي إيه؟ طالما بيكلمك عن الشمولية، أسلوب شامل، أسلوب واسع، أسلوب كلي. خلاص. يبقى طبعا بيكلمني عن التفكير الفلسفي. وطبعا من سمات التفكير الفلسفي إن هو يبحث عن العلل الغير مباشرة أو المبادئ الأولى أو المبادئ الكلية. طبعا هنا الإجابة هتكون رقم د، اللي هي يبحث عن المبادئ الأولى اللي هو الأسلوب الفلسفي. حدث في عام 2006 كسوفا جزئيا للشمس في شتى أنحاء مصر، وكسوفا كليا في منطقة السلوم، وتم تفسير ذلك بأن الشمس والقمر والأرض كانوا على خط مستقيم، وأن القمر حجب ضوء الشمس. قالك والله يا جدعان سبب الكسوف اللي حصل ده إن الشمس والكرة الأرضية والقمر التلاتة كانوا على نفس الخط كده. خلاص. فطبعا القمر حجب ضوء الشمس. مش ده تفسير مباشر، مش ده تفسير واضح، مش ده تفسير حقيقي. طالما وصلنا للتفسيرات الحقيقية ما وصلناش لأي حاجة ساذجة، ما ربطناش الظاهرة بقدرة الله، طبعا ما وصلناش لما وراء الطبيعة، طبعا هنا بيكلمنا عن الأسلوب العلمي التجريبي.
خلاص. طيب كده عشان الفيديو ما يكونش طويل عليك، احنا كده حلينا مع حضرتك اسئلة على الدرس الاول خلاص والدرس التاني. اعمل بقى لايك وشير وسبسكرايب، واستنانا فيديوهات تانية كتير، سواء حل تقييمات اسبوعية او مراجعات شهرية او مراجعات نهائية او حل كتاب الامتحان. وفي تلك اللحظات السعيدة قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. استنانا فيديوهات تانية كتيرة. سلام.